ما بغيتش نصدمك، ولكن خاصك تعرف هاد الحاجه. الا شي نهار سمعتي بلي الدكتور ضياء العوضي مات، راه ماشي انتحار. هاد الكلام ماشي ديالي انا، هاد الكلام هو اللي قالو الدكتور ضياء العوضي بنفسه في واحد الفيديو، وقال حتى لو لقيتوني مت عرفوا انني تقتلت. خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت مش انتحار. مش اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر. انتهي، حطها في بالك. الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. وانتوا في وقت فتنه. انتوا في وقت ايه؟ فتنه. انا عملت اللي عليا اعتقد، وسلمت الامانه كما امرني الله وكما وهبني الله وكما علمني الله. لا اله الا الله. دابا اعطيني عقلك، شنو اللي خلى دكتور استاذ في العنايه المركزه كيخرج يقول هذا الكلام علانيه؟ شنو كان عارف؟ وشكون كان باغي يسكتو وعلاش؟ هادشي كامل هو اللي غادي نكتشفوه في هذا الفيديو. داكشي علاش خليك معايا. خلينا نرجعوا شويه للور. شكون هو اصلا الدكتور ضياء العوضي؟ ماشي اي واحد، هو رجل قارئ الطب، استاذ متخصص في العنايه المركزه وعلاج الالام، وقضى سنين طويله وسط المرضى، يعني فاهم الجسم البشري مزيان. ولكن فجأة 2023 قدم الاستقالة ديالو بلا أسباب واضحة، ومن ثم بدأ التحول. الدكتور ضياء ما بقاش غير طبيب تقليدي، بدا كيهضر بطريقة مختلفة، كيضرب في الثوابت ديال الطب، وكيطرح أفكار جديدة صدمات بزاف ديال الناس. وأخطر حاجة دارها هو أنه ربط الأمراض كاملين بالأكل. قال باختصار جسمك ما خصوش الدواء، جسمك خصو توقف السبب. يعني ماشي تعالج المرض، ولكن حبس الشيء اللي كان سبابه من الاصل، وجاب نظام سماه نظام الطيبات. هذا النظام كيقول بزاف ديال الماكله اللي كنعتبروها عاديه راه مضره. الكربوهيدرات المعالجه كارثه، بحال اللي كاينه في الخبز الابيض، واغلب الاكل اللي كنستهلكوه منتجات السوق فيها سموم مخبيه، والشركات كتربح من المرض ديالك. وهنا بدا الجدل. الناس قالوا هذا الراجل مجنون كيهضر بلا علم، ولكن كاينين ناس اخرين تبعوا النظام ديالو وخرجوا قالوا حياتنا تبدلات. شي وحدين قالوا تحيدوا ليهم امراض، شي وحدين تحسن النوم ديالهم، وشي وحدين قالوا تشافوا من مشاكل كبيره. وهنا بدات القصه تولي خطيره، حيت ما بقيناش غير قدام اراء، ولينا قدام تاثير حقيقي على الناس. والاخطر من هذا الشيء كامل، الدكتور ضياء ما كانش كيهضر غير على الاكل، كان كيهضر على المنظومه الطبيه كامله. قال واحد الحاجه خطيره بزاف، كاين شركات كتصنع الماكله اللي كتمرضك، وشركات اخرى كتصنع الدواء باش تعالجك. يعني نفس اللعبه من البدايه للنهايه، انت كتساوي الزبون، سواء كنت صحيح ولا مريض. ولكن السؤال هنا، واش هذا الكلام صحيح ولا مجرد نظريات؟ ماشي هذه هي المشكله. المشكله الحقيقيه هي علاش ما طلع حتى شي طبيب يناظرو. هو بنفسه قالها اكثر من مره، انا مستعد نواجه اي دكتور بالدليل، ولكن حتى واحد ما طلع. وهنا كيزيد الشك، حيت اي مجال الا خرج شي واحد كيقول معلومات غلط الناس كاملين كيخرجوا يصحوا ليه. ولكن هنا حتى واحد ما هضر، ومن بعد جات الصدمه. الدكتور ضياء مات وبشكل مفاجئ. وهنا بدات الاسئله كتكثر، واش مات موتة طبيعيه؟ واش انتحر ولا تسكت؟ واخا ما كاين حتى دليل رسمي كيأكد شي فرضيه، ولكن كاينه قاعده معروفه، الا بغيتي تعرف الحقيقه قلب على المستفيد. شكون كان كيهاجم؟ كان كيهاجم شركات الاغذيه، شركات الادويه، والنظام الصحي التقليدي. يعني كان كيلعب في ميدان فيه فلوس بالمليارات. ولكن خليني نكون واضح معاك، انا ما كنقولش انه كان على حق، وما كنقولش انه كان مخطئ. انا غير كنطرح عليك الاسئله، حيت القصه فيها بزاف ديال علامات الاستفهام. كاينين الناس كيشوفوه راجل شجاع كان باغي يبدل النظام، وكاينين الناس كيشوفوه رجل خطر كان كينشر معلومات ممكن تضر الناس. ولكن الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها، هذه القصه ماشي عاديه، وفي نفس الوقت ماشي اول مره نشوفوا شخص كيهضر على مواضيع حساسه ومن بعد كيختفى او كيموت بطريقه غامضه. والامثله كثيره. فالسؤال اللي غادي نخليك معاه هو، واش فعلا كاين شي ناس ما باغياش الحقيقه تبان، ولا غير حنا كنربطوا الامور بطريقه خاطئه؟
وفي الاخير الله يرحم الدكتور ضياء واي انسان مات وخلى وراه علامات استفهام غامضه. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا بغيت غير رايك بصراحه، واش كتشوف القصه عاديه ولا فيها شي حاجه ما مفهوماش؟ اكتب لي في الكومنت، حيت هذا النوع ديال القضايا الحقيقه ديالو كتبدا من النقاش. ما تنساش تخلي لايك، متابعه الى عجبك الفيديو. نشوفوا الفيديو الجاي والسلام عليكم.